قرار صارم من الأهلي بشأن إمام عاشور بعد مشاجرته مع محمد الشناوي. الموضوع بدأ لما إمام عاشور اتضايق من جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته نهائيا في مباراة استاد أبيجان بدوري أبطال أفريقيا، ولكن بعدها قبل بدء التدريبات انفعل إمام عاشور في غرفة الملابس مما استدعى تدخل الشناوي لتهدئته، ولكن الأمور تصاعدت بينهم وتدخل اللعيبة لحل الموقف. ورغم تدخل محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي استمر اللاعب في انفعاله وتأخرت بداية التدريب لتصبح الساعة 11 بدل من الساعة 10:30. وبعد مشاورات بين محمد رمضان ومارسيل كولر مدرب الأهلي بحضور سامي قمصان تم الاتفاق على استبعاده من المران الجماعي، وغادر إمام عاشور النادي وقفل تليفونه وما حضرش جلسة التصوير الرسمية اللي قام بيها اللعيبة لكأس الانتركونتيننتال. وقرر النادي الأهلي بعدها عدم خوض إمام عاشور التدريبات مع الفريق لمدة أسبوع ويخوض التدريبات منفردا، وده بناء على قرار كولر، وكمان تغريمه 1,000,000 جنيه لعدم احترامه لكابتن الفريق وعدم احترام القرارات الفنية. ففي وجهة نظرك يا معلم، ايه رأيك في أزمة إمام عاشور الأخيرة؟